السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. من بعد الطلب الكبير على الشهده بغيتوها وصفه، انا كنت حضرتها في اللايف. هانا شوفوا معايا هذا الخير، ما شاء الله. بما ان توليداتي بغاوني نعاودها، انا درتها لكم بطريقه سهله سريعه وناجحه. راه الناس جربوها وعجبتهم بزاف اللي حضروا معايا في اللايف. تبعوا الفيديو ان شاء الله غادي تجيكم بحال اللي جاتني. شوفوا ما شاء الله كتحمق. يلا نخليكم مع الفيديو، ما تعكزوش، جربوها، صيفطوا لي التطبيق ديالها في وجهكم. دابا غادي نحضرها قدامكم. عندي هنايا 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده، عندي قبصه ديال الملح، ساشي ديال السكر فانيلا، عندي 2 كيسان ديال المدافي، كيسان ديال العنبه، عندي معلقه كبيره ديال الخميره فوريه هانتوما على هذا الشكل هذا. غادي نخلط هذا الشيء، غادي نضيف 3 المعالق سمحوا لي، غادي نضيف معلقه كبيره ديال بودره الحليب. ها هي. ممكن الا عندكم حليب سائل ديروا كاس المدافي وكاس ديال الحليب دافي. سمعتوني، كاس مدافي وكاس حليب دافي. غادي نضيف دابا نصف كاس عنبه ديال زيت المائده، زيت عاديه. غادي نضيف سريعه 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 سريعه، وكتجي ما نعاودش لكم، كتجي بنينه ورائعه. غادي نضيف بيضه صغيره. شوفوا اصغر بيضه عندكم في الدار ديروها، اصغر بيضه. الماء يكون دافي، درتو الحليب يكون دافي، ما يكونش بارد بزاف. هانتوما طربوا لي هادشي مزيان، تيتخلط مزيان. صافي من بعد ما خلطت داك المكونات كيف قلت لكم، درتو حليب درتو الماء يكون دافي، يعني غير دافي ما يكون سخون باش داك البيضه ما تخسرش. دابا غادي نضيف 2 معالق كبار ديال الكاكاو حاولوا انكم تختاروه يكون ممتاز، يكون ممتاز. غادي نضيف معاه نصف خماره ديال الحلويات. ممكن ما تضيفوهاش، علاش كنضيفوها؟ كتعطينا بحال الماده، بحال ماده حافظه، يعني كتحافظ لينا على هذا البريوش. الا بات عندكم كيبقى زوين وتيبقى في واحد القوام بحال ما تقولوا عاد صاوبتوه. هو اصلا كيجي من اروع ما يكون. غربلوا مزيان داك الكاكاو، لان كيف كتشوفوا معايا كيبقى حبيبات. صافي من بعد ما خلطت داك الكاكاو غادي نبدا نزيد الطحين شويه بشويه، تقريبا واحد 5 ديال الكيسان ديال الدقيق اللي غادي تدخل ليا في هذا البريوش. انا غادي نبقى مخدمه الفوي حتى نحس بالقوام ديالو تقال، عاد غادي نخدم ديك الساعه يديا، وهو اصلا خصو يبقى كيتلصق في اليدين. انا راه دايره هذا الفيديو غير باش تشوفوا القوام ديالو. ها انت اختي من بعد ما تقال لي الخليط، راه كيف قلت لك 5 تقريبا 5 ديال الكيسان ديال الدقيق، يعني تقريبا واحد نص كيلو ديال الدقيق. خدمي بالفوي، حركي لي دوك الكتيفات اختي. ها ما كتمشيش لاصال، عطا الله ما يدار، عطا الله فاش تريني اختي. ها انتم شوفوا ما شاء الله، ها انتم راه شفتوا راه بدات كتجمع. ها هي راه كتهز ليا كلها من البول. يعني دابا غنزيدها تقريبا واحد 2 معالق ديال الدقيق. صافي ها شوفوا ما شاء الله، الله الله. ها انا البنات رجعت لكم بعد ما تجمعات ليا العجينه. شوفوا راه خصها تبقى بحال هكا، خصها تبقى مرخوفه. ها انتم شفتوا، الا حسيتوا بها كتلصق لكم بزاف السباتولا ما عرفتوش شنو ديروا، شدوا ناري تخرج ناشفه ديال تقولنا ما سميتهاش سباتولا. سمحي لنا شفنا دي حنا دابا حيت كنهضر مع في الفيديو ضروري خصني نقول لهم سباتولا، هادشي باش كنعرفوها. دهنوها بالزيت وجيو وديروا هكا، غادي تبان لكم واش كتجمع. شفتوا ما شاء الله. شوف دابا اش غادي ندير، غادي نغطيها ببلاستيك غذائي بسلوفان وغنخليها تخمر هنايا في المطبخ. شوفوا معايا راه باقا كلها كتلصق. شفتوا ها شوف هكا القوام ديالها. غنخليها يضاعف الحجم ديالها، وبما انني انا راه كتعرفوني ما مسالياش مزروبه غنسخن الفران، غنحطها فيه دغيا غير واحد 2 دقائق يسخن البول، ونخرجها باش تخمر لي بسرعه ونرجع معكم نشكلوها. وواحد المعلومه ما قلتها لكمش، انا راه ما عجنتهاش كاع بيدي، بقيت كنخدمها غير بالسباتولا. سمعتوني غير باش تعرفوا، راه ما خدمتهاش نهائيا بيدي. يعني ممكن انكم تخدموا غير بحال هذه الا عندكم في الدار، راها كافيه، ما تحتاجوش كاع تحطوا فيها يديكم حيت راه كتلصق بزاف. من بعد ما خمرت لي العجينه ديالي، شوفوا ما شاء الله كيفاش ضعف الحجم ديالها. غناخذ شويه ديال الزيت غادي نديرو في يديا ونديرو فوق طاوله العمل. غنحاول انني نهبط العجينه على هذا الشكل، غنشكلها كويرات اللي يكون الحجم ديالهم صغير، وغنعمرهم بالشكلاط ديال الدهن. نتوما ممكن تعمروه بالشكلاط ابيض، طريفه الشكلاط ابيض ولا اللي بغيتو، المهم كيبقى اختياري. ها نتوما شوفوا العجينه ما شاء الله كي كتلصق. غنشكلها كريات ونرجع لكم.
هنايا من بعد ما كورتهم كويرات كنجيب كل كريه كندير فيها الشوكولاته الدهن في الوسط، وكنحاول اني نجمعها على هذا الشكل ونسدها ونشكلها كويره كيف كتشوفوا معايا. ها نتوما. وبالنسبه للصينيه راني كنحط الاولى في الوسط وكندور عليها الاخرين هكا، كنبقى شويه بشويه حتى كنجيب الدور. صافي ها نتوما شوفوا معايا العجين ما شاء الله كيكون له فقاعات، هنا كتعرفوا انه ناجح. وهي الشهاده ديالي من بعد ما كملتها كلهم عمرتهم بالشوكولا ديال الدان، ممكن تعمروهم بطريقه الشوكولاط بيض اللي بغيتم. شوفوا ما شاء الله، شوفوا البواقات، هذا دليل على ان العجينه ناجحه. المهم انا غنخليها دابا يطلع في الحجم ديالها ونرجع معكم. ها انا رجعت لكم بعد ما خمروا ليا، شوفوا ما شاء الله كيتلاصقوا. دابا غادي تجيبوا الحليب وغادي دوزو غير بشويه، حاولوا ما تبركوش باش ما تهبطوش داك الخميره اللي طلعت. صافي دابا راه الفران ديالي سخون على 180 درجه غير من الاسفل والفرفاره، غادي ندخلها طيب. وراكم شفتوا معايا الشكل ديالها في الاول. صافي جربوها، ايوا يلا يلا حيدوا العكز ونوضوا جربوها، ما تعكزوش وردوا عليا الخبر، صيفطوا لي التطبيقات ديالكم في الخاص. يلا مع السلامه.